جوزيف عطية منورنا في مصر، ومليون مبروك حبيبة قلبي. تواجدك. وأغنية بغدادة جاية من اسمها كده، عاملة حالة مختلفة جدا في الشارع المصري. الحمد مليون لله. مبروك الأغنية. والأول عايزاك تكلمنا عنها وعن فكرتها، انت إيه اللي خلاك ان انت تروح للحتة دي؟ شكرا ليك اول شيء، وبسلم على كل الجمهور بمصر حبيب قلبي، وانا كتير فرحان هلا بكل شيء عم بيصير هاليومين ثلاثه، فرحان قوي بردود الفعل. البغدادة هي فكرة تعزيز، يعني عزيز الشافعي كنا في الاستوديو وسمعنا كتير اغنيات، وكل ما نسمع اغنية نرجع نسمع البغدادة، فكانت خلص واضحة انه this is the one يعني. آه، وهيك صارت بطريقة عفوية، يعني ما كانش في تخطيط او انه هيك ننقي اغنية او ننقي عنوان او كذا، لا هي كانت جاهزة زي ما هي وعملنا من الاغنية. نصيبك. صحيح. الحمد لله. ما عملتش عليها اي تعديلات، ما عملتش فيها أي حاجه؟ طيب، ابدا. اول تعاون ليك مع عزيز الشافعي، كلمات والحان كمان، وعزيز من الناس التقيله جدا في مصر او في عالم الموسيقى كمان، فعايزاك تكلمنا عن تعاونك معاه. تعاون لطيف جدا يعني، كانت القصص سموث قوي وخلص خلقت الكيمستري يعني، بس تصير فيها الكيمستري مع الاشخاص بالفن دغري بتخلق وبتصير شيء حلو يعني. فعلا كانت حلوة قوي، وانا سمعت الاغنية هنا في مصر وهو جالي لبنان وسجلنا في الاستوديو، كان معايا وساعدني في اللهجة وكذا والغنى، وكانت حاجة جميلة. مم. الاغنيه انت عملتها فيديو كليب لجاد شويري كمان، صح. كان معاك جاد كمان من الناس الشاطره قوي في الكليبات، دايما بيطلع افكار جديده. صحيح. فتره التحضيرات وان انتوا بتعملوا فيها تريكات مختلفه كانت عامله ازاي؟ هو جد صديقي في الأساس، يعني احنا اشتغلنا كتير أغنيات قبل، وحاجة تانية هو جد كمان عارف كتير السوق المصري عاوز ايه، لأن هو كمان معروف في مصر وعنده هيك خبرة في مصر أكتر يعني، وكان في له فترة صح. كمان في مصر كان، فهو عارف يعني الأغنية المصرية يعني. حتى جد سمع الأوديو يعني، وأعطاني رأيه في الأوديو، وهنا لأ كده وهنا كده. ف فالجو كله كان راكب يعني جاد عطى كتير الأغنية اللي لازم ينعطاها وتتصور بالطريقة اللي لازم تتصور. بين عزيز ووسام وجاد وكله الأكيب كان ناجح الحمد لله. الجمهور المصري صعب شويه يعني ذوقه انه صعب ان حد يرضيه. صح. فالاغنيه تعمل بومينج كده وتحقق كل الارقام دي على اليوتيوب، وكمان يبقى ليها شعبيه كمان في وقت قصير، شفت ازاي النجاح ده؟ وهل كنت متوقع ده ولا لا؟ صح زي ما قلت، يعني الجمهور المصري يعني من أصعب الأسواق الفنية، إذا بدنا نقول سوق نفوت عليه يعني، أو نكون لنا وجود فيه، لأنه في فن كتير وفي ناس عنده هيك، وناس بتسمع وبتحب الفن وبتختار الأعمال، يعني مش كل الأعمال بتنجح في مصر ومش كل الأعمال بتنسمع، فهذه شغلة هيك تريكي شوي يعني في مصر. بس أنا يعني بنيت شوي شوي يعني، رايحين على بيتنا، حلوين، الورد، يعني كل أعمالي كانت بتمهد خطوه خطوه. مهد خطوة خطوة يعني. ودلوقتي بالبغدادة والمستقبل إن شاء الله رح كمل هالمشوار، لأنه بحب كون بمصر، أنا بحب مصر كبلد أولا، وثانيا كفن، يعني ما فيش فنان مش طموحه انه يكون في مصر، لانه شغله حلوه وبتحط الفنان بمكان اخر يعني. حلو. ان شاء الله. قلت في الاول ان كان في تركية كده شويه في اللهجه، فايه اسهل حاجه ان انت تخليك دارج كده من الشعب المصري يعني؟ يعني لازم اتواجد اكثر في مصر علشان والاكل اكيد. والاكل طبعا. انا بحب الحمام المحشي يعني، ايوه. ما اكلناش حمام محشي بكره. الانتاج عايز بكره. اكيد اكيد يعني، الشغله مش هينه ان الواحد يتقن لهجه مختلفه وهيك يكون صايب صح يعني، فلازم الواحد يكون موجود في البلد ويشوف يعني موجود في البيئه اللي ممكن صحيح. تعطيه الاشياء الحلوه يعني. تمام، كمان الاغنيه دي انتاجك مش كده؟ هي لا، ستار سيستم يعني اداره اعمالي، اوكي. هم انتجوا العمل ده. تمام، هي اداره اعمالك تبعك برضه مش كده؟ صح، هي اداره اعمالي، واحنا امين ابياغي يعني، اوكي. واحنا ننتج مع بعض يعني، اوقات انا بنتج اعمال، اوقات هم يعني ملاحظه ان انت بقالك كام سنه، حوالي 4 سنين من 2020 مثلا، ان انت بدات تنتج حاجات لوحدك او مع صح. نفسك. انا ما عنديش شركه يعني، ما عنديش مش ولا كيان مره يعني، عندي مستقل. صار لي 18 سنه ما عنديش ولا مره الشركات المعروفه اللي بتنتج، بالظبط. لا ما بحبش ارتبط يعني مش شايف ان دي مخاطره ان انت بتجازف ان انت تنتج لنفسك، او ان انت حاطط نفسك في الريسك دي؟ لا لا بالعكس، انا بحب الطريقه دي، لان
لان الشركات الانتاج لما تنتج للفنان بصير في يعني بصير الفنان محصور، يعني مش ممكن ينزل الا في الوقت ده. انا بحب الحريه يعني، يعني زي ما انا عايز بنزل اغنياتي والوقت اللي انا عايزه الى اخره. بس الشركات بتحد شويه من الحريه عند الفنان يعني، وانا ما بحبش انا لازم طير حر لازم كل ما عاوز انزل اغنيه لازم اعملها على طول يعني. حلو جدا. انت عندك حفله كمان في مصر يوم الجمعه ان شاء ان الله شاء الله. بكره، عايزاك تكلمني عنها والبرنامج اللي انت محضره للحفله. متحمس جدا للحفله ودايما يعني حاجه حلوه الوقوف على المسرح وهيك التواصل المباشر مع الناس وخاصه في مصر يعني. الحفله ان شاء الله راح تكون مقسومه نصين، يعني في نص الاغنيات بتاعتي المعروفه في مصر حنغنيها، وحيكون في حاجات مصريه، حاجات قديمه، حاجات كلاسيك يعني حنقدمها في الحفله ان شاء هتغني الله. لحد من المطربين اللي انت بتحبهم من مصر مثلا؟ اكيد زي اكيد. هغني اغنيات بحبها زي يعني. طيب ادينا غششني حاجه كده من البرنامج يعني. هغني عمرو دياب. انا أوه. هغني عمرو دياب، بحب اغنياته القديمه قوي والجديده يعني، بس انه القديمه حافظها اكتر. طب هقول ادينا هنت كده من حاجه من عمرو دياب انت بتحبها. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي 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 يا نور العين، حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي. ثانك يو. انا بعشق عمرو دياب اصلا فانت وانا جيت في بحبه الجون قوي. يعني. طيب كمان عايزه اسالك ان انت بقالك فتره برضو يعني يمكن في مشوارك عملت حوالي 5 البومات بس، فمش شايف ان ده عدد قليل ولا انت يعني بتارجت انت تركز على السنجل؟ لا هو كعدد هو ما فيش قليل ولا كتير، لانه الزمن اتغير يعني. بالظبط. لو كان الزمن لو الخمس او السبع سنين اللي فاتوا هم نفسهم زي ما ابتدينا، اكيد كانوا اكتر الالبومات. بس تقريبا من 7 سنين ولا 5 سنين تغيرت اكيد السوق. الميوزك اندستري اتغير، وبقت السingles هي اللي تاخد الحيز الاكبر، وبقى خلاص يعني الالبوم صار حاجه هيك للايمج يعني اكتر ما هو. انا بحب الالبوم، لازم اعمل البوم وخلاص، بحب اني اعمل البوم. بس انه السingles اخذت وقت كتير وهلا خلص صار الوقت ننزل سingles، يعني السنجل بتاخد حقها اكتر، بتوصل اكتر للناس. طيب انت كان ليك تجربه تمثيليه حلوه جدا من فتره، يعني هترجع تاني ولا انت قررت ان انت تركز في التمثيل بس في الغنى؟ لا انا بحب التمثيل ان شاء الله، بس لاقي الدور المناسب والوقت المناسب حلو. رح خوض التجربه ان شاء الله. طيب اخيرا عايز اسالك، بما ان انت سميع وذوقك حلو ومنفتح، يعني انت قديم لعمرو دياب وجديد، بتشوف ازاي انتشار الموجه الجديده من الراب والمهرجانات والناس دي، بتشوفها ازاي؟ ليك انا بلاقي انه على طول بالفن في هيك اوقات بيطلع موجي بيقولوا لها هيك ترند يعني، وبلاقي انه شغله حلوه يعني. الناس لما تسمع الاغنيات دي، لما تسمع راب وتراب ومهرجان واندر جراوند والى اخره، هذه انواع الوان موسيقيه موجوده والناس عم تحبها وعم تسمعها، ليش لا يعني؟ طالما في اعمال كلاسيكيه عم تتقدم، عمرو دياب وغيره اللي بيقدم هالنوع من الاغنيات، في اغنيات بغير لون الناس عم تسمعها وبتسهر عليها وبتحبها وتحطها، ليش لا؟ يعني انت مش مع الهيد لاين اللي بيقولوا ان هو بيقلل من الذوق العام لا لا لا، طالما العمل على مستوى حلو، لو شو ما كان يعني، في راب حلو، وفي في مهرجان يكون برقص وحلو ووقته بالمهرجان ينسمع بوقت معين بوضع معين يعني، له وقته ممكن يكون حلو، ليش لا؟ اكيد. طب والذكاء الاصطناعي شايف ان هو ممكن ياخد حيز شويه من الصناعه ولا ملوش تاثير؟ انا ما بحبوش. مفيش روح. بحسه ما فيش احساس يعني، مش حقيقي. فقد ما يتطور وقد ما يتقدم ومش ممكن يعطي اللي بيعطيه الانسان باحساسه. اوكي، نورتنا حبيبتي ويوم شكرا. مبروك، وان شاء الله نقابلك في كل حاجه جديده. شكرا ليكي. ثانك يو.